يلا حبايبي، ايه رايكم بقى في المحشي بتاعنا؟ ايه محشي الحمص على الكانون على النار، شايفين النار وانا قاعده اهو. على ما يتردد اكون انا شفت الزرع بتاعي. يلا حبايبي، يلا حبايبي، شايفين اهو ادي واحده وفوق شويه كده اهو واحده اهي، واحده ايه غادي اهو متن اهو. ماشي يا حبايبي، زي ما انتم شايفين بقى زرعنا هون. يلا بقى، طيب انا عندي اعمل ايه؟ يعني طبعا احنا كان عندنا الباب ده قديم من زمان من زمان من زمان، قبل ما نعمل باب الحديد طلعناه على السطح، فقلنا نستغل منه، عملناه حوالين تحويض الرمل. انا عاوزه اعمل، طب لقيت في حديد. الحديد فين؟ فاكرين البيبان بتاعت ايام زمان؟ ماشي، في حديد اهون، كم قطعه حديد هنا، ادي قطعتين اهم. بس طبعا الحوض ده زنقه بالرمل، بس انا هحاول اطلعه ان شاء الله. هنا قطعتين حديد، وحشت الاثنين التانيين هم بتوع الباب، لان كان الباب خالي من بره. هناك اهم حشتهم من الضلفه التانيه، معايا القماشه ومعايا الشاكوش ومعايا كل حاجه العده كلها. ماشي يا حبايبي، طيب يلا بقى، انا عاوزه احوش دهم عشان اعمل بهم ترابزين عند الباب السلك اللي احنا عاملينه تحت. يعني انا عاوزه استغل بده، وده لما اروح اشتري حديد دهم النهارده، لو بعملهم النهارده هيكلفوني تكلفه جامده. طيب اني بقى واني ليه وعلى السطح هون ومرمي على السطح ومتحبش بوه. شايفينه الزرع كله بقى، وعندنا احنا بنصلح الاحواض دي، في حاجات زرع بقى وخلص ونشف بنحوشه وبنعدل الشرب. ده كرومبا اهي، بسم الله ما شاء الله، كرومبا مع عندنا الليمون طرح والخوخ نور. دي الاخرى فين؟ بسم الله ما شاء الله. اه طرح بس لسه صغير هناك اهي، طرح صغير اهو اللي في الطرف هناك ده. شايفين الطرح اهو، اهو لسه طرحه وصغيره، بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك يا ابو اياد. استاذ احمد هو اللي ايه، يعني احنا عندنا الليمونه دي طرحت اهي، بس طرحه صغير لسه. والليمونه اللي هناك ده برضه اللي في هناك ده هي طرح، اللي جنب الخوخ منور هناك. والملكه دي هوريكم طرحها الوقت اهو، بسم الله ما شاء الله. والكرنب فيه بصل وفيه خس هون، وفيه بصل وخس وكرنب. وزرع الطماطم هناك اهي، طالعه هناك اهي، هتلاقيها اهي كبيره اهي دي طماطم اهو. ماشي، وطبعا ايه الجرجير بقى، احنا بننضف حنون الجرجير وتعمل في الحواض دي. ادي جرجير اهو، ولا عندناش بنشتري خضره والحمد لله. ايه رايكم؟ يلا كل واحده تقوم كده وتشوف تعمل ايه. اخلص انا بقى ايه، المعلم يخلص النجاره بتاعته دي. وبألف سيبه بقى اهو يبرد، ونقلبه بقى والف هنا وشوفه. يلا يلا بقى نشوف حبه المحشي اللي مطبوخين على الايه، على السطح. بسم الله ما شاء الله، بألف هنا وشوفه يا رب. شايفين حبيبي بقى؟ يلا انت عملت حلتين محشي، الاتنين حميض، ومعايا الجنب من الغاز اهين والولاعه. ويلا عشان نحمر بقى، انا عملت حلتين حميض، واحده طبختها على السطح وطلع شوف الزرع، والتانيه طبختها على البوتاجاز. يلا عشان نشوف الفرق ما بين اللي على السطح واللي على البوتاجاز. طبعا احلى حاجه اللي هتبقى على السطح. يلا حبايبي هوريكم دي وهوريكم دي. ما شاء الله بألف هنا وشوف يا رب. ونحمر على اكل قد اكلنا كده، وايه يلا البوتاجاز جنب مني والشاي جنب مني والسكر وكل حاجه، وانا قاعده كده ايه. يلا المحشي بتاعنا بسم الله ما شاء الله برد اهو. يلا بقى عشان نغرف. وكسرت البطه بتاعتنا عشان اللي هيتسال هنسيبه زي ما هو كده، الوركين سلام اهو. ودي بقى ايه، شايفين بسم الله ما شاء الله اهو، مسير اهو. انا عملت عشان نحمر وهنقلب دي. طبعا دي بقى ايه النهارده كفايه علينا بتاعت السلق دي، بتاعت قصدي الحميه دي، ورق الخس وورق السريس. طبعا مش معقول احنا يعني دول هيخلصوا النهارده، بدل ما اعملها النهارده اطبخها وتبقى مثلا بيتي، لا احطها في التلاجة ده زي ما هي للصبح، اولع عليها تبقى سخنه. ماشي، ودي النهارده بألف هنا وشفا يا رب. يلا وهنحمر الاكل بتاعنا ونجهز. يلا ماشي، نخلل بتاعنا ونحمر. ويلا بقى حمايبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، صباح الخير صباح الفل عليكم. يلا حبايبي عشان نشوف احنا نعمل ايه. هتقولوا انتوا بتعملي محشي كتير، احنا في السقعه وحلاوته يتاكل، وهو في السقعه دلوقتي، وبعد كده في الصيف ما بقاش له ايه ريحه المعنى ولا الطعم قوي، يعني بتاعت ساعته يوم كده وخلاص. ماشي، بس احنا دلوقتي في الشتاء. احنا عندنا الحاج راح يبص على الغله، لقى هناك شويه ايه حميض، كبشه حميض كده، جابها اهي غسلتها. بص ايه اتلخبطت طبعا في بعضها في قلب الخس اهو، اهو
لان هو دي لا دي بنسلق ولا دي بنسلق، دي بتغسل وبتنشف وبتتبل يعني. بشغل عليها المروحه وخلاص واطلع بره عشان اضطر ولا حاجه. طبعا انتوا عارفين حبه الحميد اللي الراجل الحاج راح لغايه يشوف الغله لقى حبه حميد حلوين زي العسل، وايه رحت جايباهم غسلاهم وعاملاهم وعينه منهم كيسين. كنت جايبه خس نضيف كده بسم الله ما شاء الله حلو خالص، خس نضيف مفيش فيه اي حاجه، ورقته زرقاء وناعمه وحلوه وزي الفل. وانتوا عارفين طبعا كل حاجه الشتاء بسم الله ما شاء الله حلوه زي العسل. رحت جايه غاسله الحميد. لما بنكون عاملين الصلصه دي كل واحد لازم اعمل لكل واحد ايه اللي هي عليها بهاراتها وعليها الملح بتاعها وكل حاجه. سندوتش كده ايه مع كوبايه شاي يا خراش بيبقى جميل. وعيالي حتى ربنا يخلي كله متعودين عليه، كل البيت متعود عليه. عمل لهم كل واحد سندوتش من ده كده بالصلصه وياكلوها جنب مني، لازم جنب مني وانا بحشي. يجي لو اني بعمل الصلصه عاوزين سندوتشات من صغرهم لحد ما كبروا وبقوا رجال. واحنا كلنا كده لحد انا والراجل كمان الحاج. يلا حبايبي كده اهو بطبقه كده اهو وبعمله كده اهو كده اهو ايه وادي السندوتش. يلا حبايبي يلا بقى ما ايه عشان نقلب الخلطه بتاعتنا. وانا عملت لي واحده اخرى اهو، وانا عشان انا مانيش فاضيه افطر اهو. اما بقى بسم الله الرحمن الرحيم. قلب بقى الخلطه بتاعتنا ويلا نحشي حبه المحشي بتوعنا بألف انا وشفا يا رب. احشيه واطبخه مع ماشي. النهارده ما ايه دي بقى ما احناش عاوزين كنا عملنا شويه كده واحنا عاملين اللحمه دي بقى إيه قلت نعمل حبه دول كده النهارده كده. يلا حبايبي انا خلصت غسلت الخضره بتاعتنا. اول حاجه خلصت المحشي بتاعنا اهو بسم الله ما شاء الله بألف جنيه شفا يا رب. شايفين عامل ازاي حكايه ملوش حال. وعاملاه حجيبه عامله محشي خاص عوزت كم ورقه خاص اهم ديا خاص ده خاص ماشي يا حبايبي. يلا ايه وعملت حجيبه اهو. اللي ما يعرفش يعمل الحجيبه دي يكتب لي في التعليق ويقول ايه بتعملها ازاي يا مولاي. وبقى ايه جبنا خضره من على السطح وغسلت خس ومعانا البصل ومعانا ايه جلوان. والخضره بتاعتنا المهم بايه خضره بالغيط بسم الله ما شاء الله. ودي النهارده يوم الغيط. ومعايا بقى ايه شويه شوربه بتاعت بطه فضلت عدلكم ماشي بألف انا وشوفها يا رب. يلا خلينا نشوف بقى ايه هنطلع نطبخ دي ازاي. فكروا معايا كده وهعمل لكم مفاجاه وشوفوا انا هطبخ دي ازاي. واللي ما يعرفش يعمل محشي حجيبي يكتب لي في التعليق ويقول يا مولاي انت بتعملي دي ازاي. بسم الله ما شاء الله بألف انا وشوفها يا رب. محشي الحميد محشي خاص محشي اي حاجه. يلا يا حبايبي المحشي بتاعنا بسم الله ما شاء الله برد اهو. يلا بقى عشان نغرف. وكسرت البطه بتاعتنا عشان اللي هيتسال هنسيبه زي ما هو كده الوركين سلام اهو. ودي بقى ايه شايفين بسم الله ما شاء الله اهو مسير اهو. انا عملت عشان نحمر وهنقلب دي. طبعا دي بقى ايه النهارده كفايه علينا بتاعت السلق دي بتاعت قصدي الحميه دي ورق الخس وورق السريس. طبعا مش معقول احنا يعني دول هيخلصوا النهارده. بدل ما اعملها النهارده اطبخها وتبقى مثلا بيتي لا احطها في التلاجة ده زي ما هي للصبح اولع عليها تبقى سخنه ماشي. ودي النهارده بألف هنا وشفا يا رب. يلا وهنحمر الاكل بتاعنا ونجهز يلا ماشي. نخلل بتاعنا وهنحمر يلا حبايبي. الذبح بتاعنا استوى بسم الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وايه احط طبق يلا بقى عشان ايه مولعه طبعا مولعه الحل. بسم الله ما شاء الله. دي الورق الحميد انت عارفين الحميد ده ما بياخدش ميه. الحميد بيسرد ميه. فانت لو انت بتحط القعد ما تكتريش القعد اعمل حساب ان اللي هو الورق بينزل ميه. الحميد بيسرد ميه. لو جينا نعمل حميد خرط وقطعتيه وحطيتيه على النار هو بينزل ميه تحط له بس حبه ميه صغار. فطبعا احنا مش ايه لازم نخلي المحشي باين ماشي اهو كده بس ماشي. يلا حبايبي شوفوا الذبح بتاعنا بسم الله ما شاء الله
اوعوا تنسوا الفنجان السحري، الفنجان الصيني اللي بيسوي اي لحم، جميع انواع اللحوم، لحمة جزارة، لحمة بط، رجلين، كوارع يعني، ممبار، اي حاجة. بسم الله ما شاء الله. شايفين الدكر عامل ازاي؟ استوى والله. خلص.